يبدو أن الفنانة جيهان قمري قررت اتباع سياسة الصراحة المطلقة، أو ربما إثارة الجدل لتصدر الترند، وهو أسلوب يعتمده الكثير من النجوم مؤخرا للرد على الانتقادات الموجهة لأدوارهم أو لصورهم الذهنية لدى الجمهور. تصريحاتها تحمل مزيجا من الثقة الزائدة واللامبالاة بآراء الآخرين، وهو ما يثير انقساما حادا. الجانب المثير للجدل استخدام مصطلحات جريئة والحديث عن الأماكن الحساسة بهذا الشكل المباشر يعتبر صدمة للمجتمع الذي يميل للمحافظة حتى في إطار الفن. ذكاء تريند هي تدرك تماما أن كلمة مثل بجاحة ستشعل فتيل النقاش، وردها ب "أنا بعتذر لهم" مع غمزات أو إيماءات ساخرة يوضح أنها لا تشعر بالأسف فعليا، بل تزيد من حدة الموقف. تحليل سريع للموقف. 1. كسر القيود. جيهان تحاول دائما التأكيد على أنها متصالحة مع تصنيفها كممثلة إغراء ولا تخجل من ذلك. 2. المذيعة والأسئلة الهجومية. هذا النوع من الحوارات يعتمد على الاستفزاز لإخراج تصريح ناري، ويبدو أنها نجحت في ذلك. 3. الجمهور. غالبا ما تتحول هذه التصريحات إلى مادة للسخرية أو الهجوم العنيف على منصات التواصل الاجتماعي، مما يزيد من شهرة المقابلة. هل تعتقد أن الفنان يجب أن يكون بهذه الصراحة مهما كان الثمن، أم أن هناك شعرة بين الحرية الشخصية والذوق العام؟